بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي إن ناس كتير بتسأل إن أنا باكل كويس أكلتي الطبيعية وبرغم كده بخس. دي ليها أسباب؟ طبعا. لما حد يسألنا السؤال ده في العيادات لازم نطمن على مرض البول السكري، لأنه في أول مراحله لسه مش مكتشف بيحصل كده، ومش لازم يكون دخل في السكر، حتى لو ما قبل السكر برضو بيحصل كده، او مشاكل الغدة الدرقية، ولو خاصة ان لو هرمون مرتفع بيحصل الموضوع ده، وانه ممكن يكون في ميكروبات في المعدة زي التيفود والاميبا والديدان والبروسيلا اللي هي حمى مالطا، حاجات معظم الميكروبات كده بتسبب سوء هضم شديد، وبالتالي مهما تاكل برضو بتخس. فبندور نعمل التحاليل الآتية، بنعمل تحليل براز عادي، وبنعمل تحاليل تيفود وحمى مالطا، وبنعمل تحليل الغدة الدرقية، وبنعمل تحليل سكر تراكمي. الحاجات دي بتبين لنا بقى ان لو في مشاكل في السكر، الغدة الدرقية، مشاكل في الامعاء، القولون يعني بتسبب الامعاء، والقولون اللي بتسبب سوء الهضم الشديد اللي تخليك تخس برغم انك بتاكل كويس، وبنحدد السبب وبنعالجه. دي اهم اسباب انك تاكل وتخس. طبعا في سبب تاني ما بنحبش نتكلم عليه خالص غير في الاخر، ان اورام السرطانية، بس دي يعني بنأجلها بقى لو ما لقيناش حاجة خالص. بنعمل دلائل الاورام عشان نطمن، او ممكن نوصل لمسح ذري، خاصة لو النزول بطريقة رهيبة وكبيرة وعدد كيلوات كبير في فترة قصيرة. لازم بنعمل، لان طبعا الهزال والكاشكسيا اللي هي ضمور العضلات، ده بيحصل مع الاورام السرطانية، بس ده طبعا ما بنقولوش لحد غير لو التحاليل دي طلعت مطمئنة. برغم كده النزول بيبقى شديد وفترة قصيرة، بنبدأ نتكلم في دلائل الأورام. نتمنى للجميع ربنا يعافينا جميعا منها، نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.